طيب يعني باللغة العربية شو تقول؟ بني. ليش؟ البسة. ايوه البسه، بس انت اول شيء قلت النسمه هي البسه، هي البسمه البسه مش النسمه. اها. يعني البسمه ايش؟ قطة. القطه. نشوف هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. ايش قاعد تسوي؟ ذاكر كذا. ما شاء الله عليك، ما تضيعش وقت يعني. ما بضيع وقت. طيب عرفنا من نفسك. أحمد علي الشاوش. احمد علي الشاوش. يا احمد معك برنامج لهجتنا حلوه. معي حياكم الله. اسم البرنامج؟ لهجتنا حلوة. يا سلام. في معانا نحن في البرنامج، هذا البرنامج ننزل نسال عن اللهجات. اليوم لهجتنا من البيضاء، بيضانيه. في معانا بعض الكلمات بنسالك نشوف تعرف معنا ولا لا. اول شيء كيف ثقافتك في اللهجات اللبنانيه؟ والله إني يعني نص بنص. نص بنص. يعني مثلا لو جاك واحد من الحديدة واحد يكلمك حتفهم؟ يعني نفهم شوية قليل. شويه. طب لو من البيضاء؟ مع أصحاب البلد يعني. ما تفهمش. هو مشكلة اليوم انه حبيبي يعني نفهم. كذا انت معك مشكلة يعني. اليوم لهجتنا عن البيضاء. عندنا مصطلحات ننزل دائما نسأل عنها من لهجاتنا اليمنية. اليوم لهجتنا بيضانية. من البيضاء يعني. كيفك مع اللهجات؟ لا بأس. ثقافة كويسة في اللهجات. لا بأس بها يعني. عندك أصحاب زميلات حاجة زي كذا من البيضاء؟ أيوة أكيد. فيه. أيوة أكيد. طيب إذا نسألك بعض الكلمات نشوف فاهمة معناهم ولا لا. طيب لو جتك واحدة من صاحباتك قالت لك مدج. مدج. ما مش تعرف. مش عارفة. لا جديدة. كلمة مدج. مدج. ايوه. حاجة سهلة جدا. يعني حتى لو رحت لي الحضرمية، أنا ما أدري في وأنا حضرمية، رحت للبيضاني. جديدة عليكي. أيوة. طيب حاولي تفكري. مدج. ايه مدج. طيب أجيبها في جملة مفيدة. خمني. جيبها لي في كلمة. لا نستيكي اول شيء بدنا جملة بعدين نجيب لك مثل، ما نجيب لك الا جملة. مداق. ايش؟ المدق. المدق حق ايش؟ حق الصحاوة حق المدق. يعني المدق باللغة العربية المدق. أيوة المدق. حق ايش؟ حق الصحاو. أيوة يعني حق الطماطم والاشياء ده. حق يسموه الثوم. مدج. مهم. طب انت لو واحدة جت من البلد قالت لك معكم في عندكم مدج في البيت، شدي لها المدق. حتعطيها المدق؟ لا غلط. طيب أشوف. كمان ما أدري. حاولي تفكري. طب قرب لي إياها. طيب هو شيء يعيش فيه، شيء أو مكان يعيش فيه بكائن. زريبة لا زريبة معنى ثاني. أو اسطبل، أو يعني مكان اللي يعيش فيه حيوانات. طيب ممكن. آه أعطيك عش. آه عصافير يعني. ممكن. عش عصافير. لا خليكي معي أنا. خليكي معي. عش عصافير. طيب إذا تسي تفرجي فوق، إذا تركزي كذا تجيك الواحد من فوق. مدج. أقرب لك، هو بيت. بيت. مش لا اسطبل ولا قفص ولا عش ولا زريبة. أها. ايش عاد باقي؟ هو أصلا اسم من الأسماء هذه. انت اختار بقى. أثر مدج، دخل مدج، ودى بيضة، ولا عد خرج. تعجبني. يعني ايش افهم انا من ذا الموضوع، انه ايش أيوة اسم هذا؟ هذا؟ قد أقول لك أثر مدج دخل مدج، ودى بيضة ولا عد خرج. خلاص جاب بيضة، يعني بيت الدجاج. بيت الدجاج كذا صح. هل هو بيت دجاجة واحدة ولا دجاج كامل؟ عادي تكون دجاجة ولا دجاجة مع العائلة حقها. مع العائلة. أيوة. إيش يعني أمصلوة؟ ايش؟ أمصلوة. مصلوة. هذه ما هقربهاش ولا من كلمة. ولا شيء. مصلوة. مصلوة. صلوة. الصلوة يعني ما صلوة هذا حكى. أيوة. حكى اللحوح ولا ما؟ أيوة. قرب شوية كذا حاول. حكى اللحوح الصلاة ولا؟ حاجة أقرب. الملحة ليلة. الملحة. إيش يقولوا لها؟ ملحة. لا إيش يقولوا لها الكلمة اللي قلتها أنا؟ الملحة. الكلمة اللي أنا سألتك. الصلاة. الصلاة. كيف تخلي فيها العارف؟ الصلاة. المصلى هذا اللي يصلي فيه. مصلى. يعني مصلوة اللي هي الملحة. إجابة غلط. ليش؟ مصلى.
ام صلوه؟ يمكن الصالة. هل صالة. يعني الصاله مصلوه تعتبر؟ يعني لما يمكن. تعزموا ناس تحطهم في الصاله فمصلوه تقولوا له بدخلوا مصلوه. يمكن. يعني لو واحد قال ادخل يا مصلوه يعني اللي صح عليه الكلام. لا غلط. ايش طيب؟ هي موجوده في اماكن كثيره، يعني موجوده في القاعات، موجوده في البيوت، موجوده في المسجد، موجوده في كل مكان موجوده. في المسجد. مصلوه. سجادة. ها؟ سجادة. السجاده. سجادة. هم يقولوا ام سجاده يعني. سجادة. ايوه هم بيقولوا ام سجاده. ايش كيف يقولوها؟ سجادة. الاجابه غلط. ها؟ الاجابه غلط. سجادة. غلط. مصلوة مصلوة. المطبخ مصلوه يعني انت تطبخي في مصلوه. يمكن المجلس. المجلس تجلسي في مصلوه. ايوه. تجلسي في مصلوه. صعب. طب ايش هي؟ طيب لو واحد قال لك عجبك ولا روح دق راسك في مصلوه. كنت زعلانة معاكي ايش؟ معاك يا مصلوه دق راسك. جدار. يا سلام اذا انا مصلوه ايش؟ الجدار. يعني لا ايش معنى يخاشر؟ خاشر. يخاشر. ايوه اللي في بالك دحين. يعني يفرع. يفرع. لو في ايش يفرع؟ لو في مضربة. لو في مضاربة. طيب لو نشي نفهم الناس اللي هم مش عندنا في اليمن نقول لهم ايش يعني خاشر؟ يعني يفرع، كيف نقول لهم ايش يعني؟ يعني يفك مشكلة ولا يفك مشكلة. يعني لو حصلت واحد مثلا مغربي وما يقول له فك المشكلة يعني يخاشر. الإجابة غلط. كيف يعض ولا ما الإجابة غلط، ما فيش يفرع يعني اسمه يقاحص. يقاحص. ايش يعني يقاحص؟ يعض. يعض. يقدم. يقدم. يقدمها أصحاب تعز يعني. يعني تقولوا يعض. يقدموا. يقدموا. يقدموا ها. يخاشر. طيب لا تخاشرني، اقول لك لو سمحت لا تخاشرني. يعني لا تفضح بي ولا ما؟ ايوه لا تفضح بي. لا تفضح لي. هذه في حضر حزق. حزق أحد يدري. يعني اسكت. دعم. بينه وبينك سر. بيني وبينك سر. لا حد يدري. أيوة سر يعني ما. يعني الموضوع لا تخاشر يعني خليك سر. سر لا. لا الإجابة غلط. يعني تزعل لي. يعني تزعل لي. تزاعل لي بزعل. آه. يعني ايش تزاعل لي بزعل؟ فهمني. يعني تحذيلي ما هو. تحذيلي ايش يعني تحذيلي؟ حب. حب ايش يعني؟ يعني أنت من طريق وأنا من طريق. نتفارق يعني. يعني تفارق. تفارقني بزعل. لا غلط. قرب والله ما. والله انا من اول حاول اقرب بس انت تبعد. طيب شفت اثنين جالس واحد يخاشر واحد زود المخاشره كده عليه وهذاك زعل. خاشره المخاشره يخاشر يعني خاشرني. نزاع. نزاع ايش؟ نزاع. لا مش نزاع. صفاء. صفات ايش يعني صفات؟ يعني مزح. مزاح. يعني لا تخاشرني لا ايش؟ لا تمازحني. لا تمازحني. كذا جبت الاجابه الصح. معنا برنامج اسمه لهجتنا حلوه. اوكي. في معنا بعض اللهجات حننزل نسال كل يوم نسال عن لهجه معينه. لهجتنا اليوم بيضانيه. اوكي. من البيضه يعني. ايوه. كيف اول شيء كيف ثقافتك اللهجات اللبنانيه؟ ولا شيء. ولا شيء. يعني مش مرة. ايش معنى كلمه حيوش؟ حيوش؟ ايش؟ حيوش. حيوش. ايوه. اها. جمع أحواش. جمع احواش يعني الحوي هنا في صناعه قولي. أيوة. اللي هو الحوش اللي هو المكان اللي عند البيت المساحه الفاضيه او الساحه. أيوة، مساحة. الحوش. هذا هو الحيوش. جمع الاحواش حيوش. تقريبا. تقريبا الإجابة غلط، مش أي كلمة مشابهة إذا هي صح. غلط. أول مرة أسمعها. ما أدري. حيوش. ما أدري. نقرب لك. شيء تشتريه. جعالة. الأطفال يدوروا حيوش. دور حيوش. نشتري للأطفال نحن حيوش في العيد. يعني شيء أنا أحبه. ما أدري بس تشتريه أكيد إنك تشتريه. طيب يعني شيء إني أنا أبيه. جعالة العيد. جعالة العيد. تقريبا. الحيوش جعالة العيد. مش عارف. طب ما أدري. تعرف بس أكيد إنك تشتري منه يعني. البائع. زراقيف. زراقيف. إيش الزراقيف؟ الزراقيف لعبة أطفال الزراقيف. أيوة اللغوية إذا جينا نوضحها. أها. ما بس الكورة الزجاج الصغيرة هذه الكورة الزجاج اللي يلعب فيها الأطفال. أيوة. بعيد. بعيد شوية. حاول أقرب لك شوية. يعني شغلة أشتريها. طب اقرب لك انت لما تشتروها اكثر يعني البنات بالذات يحبوا يطقموا. فساتين. فساتين.
إذا الحيوش الفستان، الفستان يسمى حيش ولا يسمى حيوش صح؟ كده؟ مانيش دارية. طب قد تكون مثلا عباية ولا شيء. بلطة. بالطو؟ أها. لا. حاجة تشتريها وتلبسيها. طيب ما البلطة البساكين يلبسوهم. طيب فعلا عرفتهم. ايش هم؟ الشوز. الشوز اللي هم؟ الأحذية. الشوز. ايش يعني شوز؟ اقصد الجزمة. الجزمة. طيب حيوش يعني تعني ايش كذا بتصير؟ حيوش انا قلت شيء جمع حيوش. يعني جزم. جزم او احذية بشكل. أحذية. يسموها البيضة شبط. شبط. في البيضة يقولوا شبط ده كده. لا ردع. رداع. يقولوا شبط. أيوة. عندكم ايش تقولوا انتم؟ نسميها قنطرة. قنطرة. أيوة. فين؟ حجة. انتم في حاجة تقولوها قنطرة. حجة لهني. شكرا خالد. شفنا طبعا كيف كانت إجابات الناس. كلماتنا كانت الشموط. الشموط طبعا خبز التنور. أما الحيوش هي إيش يا تغريد؟ الجزمات. أيوة الأحذية. مصلة هي الجدار. والمدد بيت الدجاج. كمان معانا كلمة الكرتة ومعناته فستان البنت. عارفة يسرى هنا البنت لما تلبس فستان ايش يقولوا؟ كرتة، لابسة كرتة. والكيس معناته الجيب والكمر، أو السبتة معناته الحزام أو المحزمة. وكمان يا تغريد كلمة خصلي إيش حصل يعني؟ قولي لي إيش حصل أو إيش حدث. عشان أسألك إنه إيش وقع أقول لك هذا. أيوة قولي لي خصلي. خصلي. أيوة. رعني معناته أنا، يعني مثلا يقولوا رعني عنيد مرصدة قبيلة. إيش معناته؟ مش عارفة. قبيلة طبعا معناته إيش؟ يعني قريب للطريق. ورعني معناته أنا، ومرصدة ومرصدة يعني على الطريق، يعني راعني على الطريق. يعني انتظرني قد أنا قريب. أيوة. وكلمة أنا أعيدك اللي تستخدم للتعبير للفرح عن السعادة. وليش المقران وليش المقران، يعني ليش الجنان، ويستخدم للتعبير عن الانزعاج. وكيلك تغريد يعني مالك تغريد إيش فيكي. وإليك يعني إيش يلا. وإتسي إيش معناتها تفعلي. أيوة. وانظري يعني انتظري. وكلماتنا العوان. العوان يعني كلماتنا كثيرة. قيام معناته بسرعة. أحلى كلمة اللي هي دي لياه يعني بهدوء. وخصار يعني معناته الزاد أو الصبغ اللي يقولوا عليه الخبز. ويخاشر، تعرفي إيش معناته يخاشر؟ يمازح يعني لا تخاشرينيش، لا تخاشريني ولا خاشرك. وكمان طابونة اللي معناته تنور. وتقع بانخصار إيش معناتها يا تغريد؟ يعني سقطت الشوربة أو وقعت الشوربة. وما هي طينما ونخلص الحلقة هذه. يعني فقط قليل من الوقت وخلصنا هذه الحلقة. وهانيبان يا يسرى تقولي إن الحلقة خلصت. لا عادها ما خلصت. طبعا هانيبان الآن جالسة تحذرني تكون خايفة إن الحلقة خلصت. طبعا كلمة هانيبان معناته انتبه، وتستخدم للتحذير أو الحرص. وليش مشردة يا تغريد؟ طبعا ليش مشردة تستخدم للسؤال، يعني ليش الهروب. وكمان ليش ملكاعة. ليش ملكاعة يعني كلمة تستخدم للتعبير عن الغضب، يعني ليش الاستهزاء والمسخرة. طبعا وصلتنا مشاركات الناس، نروح نشوفها سوا وراجعين. كلمة حي لي معناها انظر إلي. لهجتنا حلوة. أصحاب الحجرية لما يقولوا اندو يعني لا. لما يقولوا إيتا يعني تعال. ولهجتنا حلوة. أنا عبد الملك منصور الكارتي من آنس. معنى كلمة ورع يعني انتظر. لهجتنا حلوة. محمد عوض ناصر. الكلمة الأولى قاموس، نوع من أنواع النمل. الكلمة الثانية راشن اللي هي معناها مواد غذائية. الكلمة الثالثة مشاهرة اللي هي الراتب نهاية الشهر. لحقتنا حلوة يا من المستقبل. وبعد ما شفنا مشاركات الجمهور حابين نذكركم انه فيكم كمان تشاركوا معنا في الحلقات الجاية، انه بس تصوروا حالكم تقولوا اي مثل اي كلمة لاي لهجة تحبوها وترسلوها لنا على الرابط الموجود اسفل الشاشة. وبكذا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم يا تغريد. للأسف هذا هو وقت البرنامج، لكن انتظرونا في نفس التوقيت على راديو وتلفزيون يمن المستقبل. وأكيد